هو احنا لو قطعنا نشويات هنخلص بقى من القصة دي خالص؟ نخس أسرع ونخس جامد وننزل 30 كيلو و40 كيلو هننجز؟ أصل ناس كتيرة قوي قوي بتبعت تقول لي إنه أنا منع نشويات بقالي شهر ونص، أنا منع نشويات خالص بقالي شهرين. في الأول كنت بخس كويس قوي ودلوقتي وزني ثابت وما بخسش ومتضايقة ومخنوقة. طب ما هو ده يا جماعة، ما هو ده اللي احنا بنقول ان النظام المتوازن اللي فيه شوية نشويات حلوين يبقوا بيشغلوا مخنا، يخلوا المود بتاعنا احسن، هو ده اللي انا هقدر استمر عليه. طيب ما هي الناس التانية بتخس شوية في الاول وبعدين جسمها بيكتشف اللعبة اللي هي عاملاها، فايه اللي بيحصل؟ ما بيحرقش. الناس دي بقى بتشتكي من ايه؟ بتشتكي انها متضايقة، متعصبة، مخنوقة، مصدعة، ما عندهاش طاقة تعمل اي حاجة، وفوق ده كله وده كله يا ريتها كمان بتخس اسرع زي ما هي فاهمة، او على الاقل بتخس بشكل صحي. الهالات السوداء اللي بطلع، الوش الشاحب اللي بيبقى موجود لما نعرف ان فلان عامل دايت بس مانع نشويات خالص، لا طبعا، لا طبعا مش صح ابدا ابدا. وجسمك بيفهم الفكرة وما بيحرقش كويس، وبيفهم ان في حاجة غلط وان هو في حالة مجاعة ولازم يحافظ على الدهون اللي موجودة علشان هو محروم. وغير بقى ده كله اتفرجي على الشراهة بعد شوية. اول مطب، اول موقف، اول دورة شهرية، هرمونز، عايزة شوكولاتة، عايزة اكل حاجة حلوة، عايزة مكرونة، كل الكلام ده بيعمل ايه بقى؟ هيرجعني نقطة الصفر تاني. يا اما هرجع زي ما كنت، يا هتخن اكتر من الاول، لاكتر من سبب، واهمهم على فكرة هو الاحباط. لما انا هيجيلي احباط ان انا مش قادرة اكمل وهاكل بشراهة، يبقى انا ببوظ نفسيتي قبل ما انا ببوظ جسمي، لان مهم جدا العامل النفسي في الموضوع. زي ما بقول لكم كل مرة، الايموشنال ايتنج، الاكل العاطفي، اللي هو انا زعلانة، انا متضايقة، انا مخنوقة، انا فاضية، انا فرحانة، باكل. انا بغلوش على الدوشة اللي في دماغي بايه؟ بالاكل. انا هطلع غلي في الاكل. طيب ما هو كل ده كان ليه سبب، هو ان انا كمان ابتديت اعمل دايت قاسي جدا علشان برضو عايزه اخس اسرع. طب وايه المشكله يا ست البنات لما تعملي دايت متوازن، يبقى فيه كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، وعادي جدا تخسي بمنتهى السهوله من غير ما جسمك يفهم اللعبه اللي انت بتلعبيها عليه. ده غير انه اليويو دايت اللي انت عماله تعمليه ده، يومين 3 صيام متقطع، يومين 3 منع نشويات خالص، لا ده انا النهارده باكل بس موز، بكره هاكل بطاطس بس، بعده هاكل الربع رغيف والبيضه المسلوقه. طب وبعدين؟ ما هو جسمك كده بيفهم ان في حاجه غلط، والحرق عندك بيبوظ تماما. ترجعي بقى بعد كده تقولي انا اللي حرقي عندي فيه مشكله، وانتي ما بيبقاش عندك مشاكل ولا في الغده ولا في فيتامين دي، ولا عندك مشاكل ولا تكيسات ولا عندك اي حاجه تخلي عندك مشكله فعلا في الحرق. انتي اللي بتعملي كده بكتر الدايتس المختلفه اللي انتي بتجربيها في نفسك. تمام؟ طيب بنشجع على ايه؟ بنشجع على دايت متوازن فيه شويه نشويات حلوين قليلين، سكر قليل، خضار كتير. في اسهل من كده؟ مش مطلوب منك خالص انك تعذبي نفسك علشان تخسي، مش مطلوب منك خالص انك تبطلي حلويات تماما وتبطلي كل النشويات وتخسي اسرع وكده، لا 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 خالص، مش هتبقي اشطر خالص. هترجعي تاكلي كل حاجه بشراهه، وانتي بتشوفي نفسك وانتي بتعملي كده رايحه جايه على التلاجة تاكلي مليون حاجه عشان بس زعلانه. انتي بتبقي زعلانه من نفسك وبتطلعي الكلام ده في الاكل. طيب هنعمل ايه بقى في السكر؟ السكر الدايت دلوقتي اثبتوا انه كله فيه مشكله، وان احنا ما ينفعش ناخد سكر دايت ولو حتى مره في الاسبوع. السكر الدايت بانواعه كلها بما فيهم الاستيفيا اللي بنقعد ندلدق فيه كده ونعمل بيه كيكس وحلويات وسيرب وشوكولاتات كله غلط وكله بيسبب زياده في الوزن. فايه المطلوب مننا ان احنا نعمله دلوقتي علشان تعرفوا ان احنا بنرجع تاني للعقل، للوسط، لان كل حاجه تتاكل بالعقل؟ المطلوب مننا التعامل مع السكر بالعقل
ونبتدي نقلله بالتدريج لحد ما نبطله خالص، او على الاقل الناس اللي بتاخد 10 معالق سكر في اليوم تبقى بتاخد 5، تبقى بتاخد 4. تقنين وتقليل السكر على قد ما نقدر وبالعقل، ونبطل بقى سكر دايت خالص خالص، لانه اثبتت الدراسات واخر الدراسات اللي نزلت بتقول انه كله غلط بما فيهم الاستيفيا. فما فيش ولا نوع ينفع ناخده مره واحده في اليوم، قالوا حتى ولا مره واحده في اليوم. فالمطلوب مننا دلوقتي ان احنا هنبتدي نقلل السكر. ممكن نبدل بعسل بس مش هنحطه على المشروبات السخنه، وخدوا بالكم العسل فيه سعرات بس هو صحي، يعني هو بديل صحي بس فيه سعرات. فأي حد طبعا عايز يخس ياخد باله من سعرات العسل، بس واحدة واحدة هنبتدي نستخدم بدائل صحية، يعني استفاد بمعلقة العسل اللي انا هاخدها. تمام. نقطة تانية واخيرة، السناك بتسأل عليه كتير قوي. هو احنا المفروض واحنا ماشيين على نظام قليل النشويات نعمل ايه في السناك؟ السناكس بتاعتنا اللي هي انا بفطر بدري مثلا، انا واحده بصحى 5 الصبح لازم يبقى عندي سناك. هعمل ايه؟ السناكس بتاعتكم انتوا هتحددوها، بس هتكون من غير نشويات. يعني النشويات موجوده عندي فين؟ في الفطار وفي الغدا. حلو. تأخري بقى فطارك شوية وبعدين تاخدي السناك بتاعتك تبقى طبق سلطة، يبقى ممتاز. انا زهقت من الخيار، ما هو مش خيار بس، ما هي ممكن تبقى سلطة تونة، ما هو ممكن السناك دي تبقى بيضة او 2، ممكن السناك دي تبقى فاكهة ويبقى زبادي ويبقى رايب، ممكن تبقى بذور الشيا على زبادي تنفش كده وتخلي معدتي مليانة شوية. فهنحاول ان احنا نبعد عن النشويات في السناك، بس هي دي الفكرة. اوكي.